تخيل نفسك تكون نايم في نص الليل في أمانة الله، والشقة كلها ضلمة، وتسمع صوت الشبابيك بيتخبط حواليك، وباب الحمام عمال يتقفل ويتفتح، وتصحى من النوم وتنور النور بتلاقي كل حاجة رجعت لطبيعتها تماما. وده اللي حصل بالفعل في شقة الفنانة ليلى مراد اللي مسكونة بالجن العاشق، وبالتحديد في عمارة الإيموبوليا في الدور ال11 شقة 44. والعمارة ديت موجودة في القاهرة في نص البلد. وفضلت الفنانة ليلى مراد عايشة في العمارة ديت لآخر يوم في حياتها لعام 1995. ولما توفت اللي ورث الشقة منها ابنها زكي. ومن هنا بدأت بقى القصة الحقيقية لظهور الجن والشياطين داخل الشقة. وبعدها ابنها زكي لما استلم الشقة احتفظ بكل حاجة في الشقة وما غيرش فيها أي حاجة نهائيا. وفي يوم من الأيام لقى المخرج خالد الحجر جاي يعرض عليه إن هو يشتري الشقة ديت بأي مبلغ هو عايزه، لكن رفض نهائيا اللي هو يبيع الشقة بأي شكل عشان يحتفظ بذكريات والدته، لعند ما وصل الحل إن هو يتأجر منه الشقة ديت ويقعد فيها. وفعلا بدأ يظبطه ويتفرج على المكان، وفعلا راحوا الشقة وبدأوا يتفرجوا عليها. وهو في الشقة الفنان خالد راح ناحية المطبخ، فسمع صوت حد برحب